السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم طفيلات المعاليك؟ بعد بخير مع الصحة، نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. كما تشوفوا معايا هون فيديو جديد، فيديو صباحي يعني بامتياز وواحد الطاقة الإيجابية. نقوموا نجمعوا الدار اللي عندها شي روينة ولا شي حاجة تعدلها، لأن رمضان إن شاء الله ما بقى له والو. أنا يلاه بديت يا غير أول شي لين نبداو بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وراني تنجمع هادو البونج كاملين خويات الصاله كاملين خويها. الصراحه بغيت نبدا في الكوزينه هي الاولى، يعني عندي الزيكس ما فيت حكيت الماعين ولا شي وجافي ودك، يعني الدنيا كامله خاصني داك الماعين كاملين خاصني نمرقهم باش تخوالي كوزينه نعرف كيفاش منين لين نبدا. يعني لا عاد الكوزينه فيها الماعين ولا شي الصراحه ما تقدي تسوسيها ولا شي، اما لا عاد خاويه تبارك الله تقدي داك الزليج كامل تغسليه وتغسلي تحت البوطاجي، ويعني تجبري راحتك. قلت انا نخوي هاد الصاله ونفرش شي مانطه في الفراش ودشي وندير عليهم معين ودشي اللي ينشفوا مزيان ونحطهم هون ونخليهم اني نسوس كوزينه مزيان. من بعد نرجع كل شيء بلدو، يعني نرتب كل شيء في بلدو. وهذا اخترت لا اشترك معكم هذا الروتين اللي هو بسيط قباله، يعني المرأة الصحراوية كيفاش الروتين ديالها هو هذا، يعني نفس الشيء اللي تنعدلو اليوم تنعدلو غدا. غير لا نختاروا نشتركوا معكم نهارنا ونشتركوا معكم ايضا تحفيز قباله. كما تشوفوا معايا هنا تنعتكم عفوا يعني خويت كل شيء. نقول هذوك الميسات هما اللي بغيت ندير عليهم مواعين خليهم فما، وراكم تشوفوا معايا المراحل كامله من بعد الطفيلات لين دخل الكوزينه لين نجمع ديك الدنيا مليانه. الحمد لله الكوزينه نقيه عندي، ما عنديش كثره المواعين، ما عنديش لا الفطور وصافي فقط. هون شفتوا كيفاش جمعتهم هون كامل حيدتهم باش بين نمشي الكوزينه وندخل البيت اللي ترون. اللهم نقلع داك البونج كامل منها كاع باش نسوس هاد الصاله مولي. وعندي ديك الزربيه ديال المرح يعني السيجور، حتى هي الطافلات اللي نصبنها ضروري خاص نصبرها. درك الحمد لله عاد الشمس كاينه، يعني ما كاينش سحاب ولا شي حاجه. كانت هاد نهارات السحاب يعني والو، حتى الصابون ما قديت نصبر. راني دايره ماكينه تصبن واحد الصبينه نحيدها عني، ونهار تاني نصبن الصبينه الثانيه. صراحه تجمع لي الصابون صراحه بيا السحاب، وكان الدنيا مضبه يعني ما هو جو اللي تنشري فيه حوايجك ولا شيء. والصراحه قلت انا خليني تبان لي ديك الشميشه وصافي نقوم نفز على الدار، لان رمضان ما بقى له والو. الصراحه انا موافقه دائما تنعدل همي بكري ما فدخل العواشر وداك الشيء، يعني تبدا التحضيرات ديال السليرو والشباكيه وشوف اش كاتب مولانا واش نحضروا داكشي ولا داكشي اللي كاتب علينا مولانا اللي نعدلو، يعني اللي نعدو بداكشي اللي كتب مولانا. راه تنعلكم على الماء والو، شوف الصباح والو الماء مو كاين، يعني لين نجمع هاد المعينات كاملين حتى يجي الماء. يعني راه نقطع ربع ساعه تيجي بنص ساعه، يعني كل ساعه تيقطعوه وتيردوه. ما عرفت علاش هاد المشكل اللي عايدو هنا في طنطان. يعني طنطان كامل تيعاني بهذا المشكل ديال الماء، انقطاع الماء قباله. شو راه لا شوي قطيره راني نفوت شوي وبين ما نرش السفه. انا اليوم دايره الغدا السفه عادي، لا تشهيته وصافي السفه طافو زوينه وخفيفه وسهله. يعني بديت انا في الصاله هي ولا جمعتها، ومن بعد دخلت الكوزينه وراني دايره انا السفه تطلع. مشيت نيشان جمعت الصاله ورجعت هنا باش نرش العله الاولى. السفه رساله طريقه راه فايته اشتركتها معكم في القناه، ما هي مره ما هي مرتين. صراحه لا خصني نشترك معكم روتيني. وهذا توف، نتمنى على الفيديو ينال اعجابكم، ولا يشترك مولي معكم واحد العصير اللي هو زوين مقوي لوليداتكم ولكم نتوما كاملين. لان ياسر الناس تعاني من الفقر الدم الصراحه اللي قباله، ويبغوا شي حاجه طبيعيه اللي يتموا دائما. يعني هذا العصير لا ربع انتو به 40 يوم، يعني 40 يوم تشربي هذا العصير ما شاء الله لا تحسي بالقوه، لا تحسي بانك صحتك رجعت لك، وداك العيا وداك الشيء اللي تحسي بديك السخفه وداك الصفوريه اللي تدخل في الجسم كامل ملي تتبعي هذا العصير. شنو نقول لكم عليه ما شاء الله، مع المسائل كامله اللي نذكرها مولي معاها. راني نذكر لكم المسائل اللي تتبعوها معاهم مولي هذا العصير باش تجبروا النتائج. وتنعت لكم عني تنقلي شويه من الدجاج والبصله. اليوم خصت ندير مطيشه مع البصله والدجاج فقط، وندير شويه من الزيتون الاخضر فقط والعنب ديال مسموع عندي. وهذا التوفور تنعت لكم عني غسلت الكوزينه
ولين خويا البوطاجي كامل طافيلات والماعين اللي الفوق. يعني الكوزين عندي راهي مرونه قباله. مع داك الباخ ديال الكوزينه ديال الطياب وداك الشيء قعدت كل شيء منبغ، ورا الماعين الفوق ديال الطياب وديال العار كلشي عندي نقي، غير داك ترت لباخ ديال الكوزينه داك الشيء. وديك العجاجه اللي جات طنطان هون ما شاء الله قاعد الدنيا كامله حمراء والله. وهذا تو في طفيلات راهي العله الاخيره. اللي ندير لها شويه الملح، ماني دايره السكر لان هذه السفه مسقيه، ما هي ديال السفه ولا شي اللي يديروا فيها سكر ولا شي. تندير شويه بالملح ولا رشه ولا نخليها تستراح. من بعد اللي ندوز نعدل العصير نشتركوا معكم، ونتمنى عليكم تجربوه الصراحه زوين. ما تهملوا هذا العصير، يعني دائما تمو تعدلوا يوميا، يعني متابع يوميا. وما شاء الله هذا هذا قولي هذا شنو يعني هاد المسائل اللي ديروها في هذا العصير يعني متوفر الحمد لله. اللي تجيبوه منها كميه اللي تدوز لك الشهر كامل، فهمتوا؟ والشهر الثاني اللي تجيبيه مولي وتتبعي يعني 40 يوم، حساب 40 يوم انتي حاولي تقلعي من راسك وعدلي هذا العصير اللي صحي قباله. واخترت نشتركوا معكم لاني تنجبر ياسم التعليق اللي بغاو على حساب علاج فقر الدم. هون طافيلات راني معدله 2 تفاحات ماهم كبارات ماهم صغيرات متوسطات. وهون راك تشوفوا معايا راني حاكه الخيار وخيزو حاكتهم رقيق، ماهم طيبين ولا شي، راهم خضر مزال خضرين. يعني من الافضل خيزو والباربه تحكوهم خضرين باش تستافدوا من الفوائد ديالهم. يعني داكشي اللي في الباربه والخيزو مالا طيبتوهم وسلقتوهم قباله صافي مشات الفوائد، يعني بلا اكليهم وصافي، يعني بلا ما تحتاجي دوك مالا تجبري دوك الفيتامينات ولا داك المكونات اللي تستافد منها الجسم ديالك. 2 تفاحات الطفيله دايره مع واحد المندلينه صغيره لان الليمون صراحه حيدته، لان منتي ما حد دوزت له داكشي حيدوا لي الليمون وحيدوا لي الحليب على حساب المصران عفوا. هون تنعت لكم السبانغ الطفيلات. السبانغ راه زوين راه فيه الفوائد ياسر بلا ما نشكروا الصراحه، لانكم اللي تدخلوا الانترنت تشوفوا الفوائد ديالو في فقر الدم. يعني الصراحه عنده واحد المعجزه، يعني تداوي فقر الدم بواحد السرعه فائقه. اللي تبعتوا هذا العصير بالسبانغ. شتو الطفيلات السبانغ غادي تجيبوا ربطه تعود نقيه تغسليها مزيان وتقطعيها وديرها في الفريغو وتخليها كيف هاك في الميكا ولا تشوبيله وما يخسر عليها والو، ما لا يتكحل عاد تبقى شاده بديك الخضوريه ديالها. اما الا جبتيها وحطيتها في الثلاجه حسبي نهارين 3 نهارين كاع لا يتكحل سبحان الله. انا هذه الطريقه تنجيبو تنغسلو مزيان وتنقيه وتنديرو في الفريغو. يعني رابطه تدي لينا ديك 15 يوم. تنجيبها ب4 دراهم الى 5 دراهم، شنو بغات تلحق الى 5 دراهم تتغلى. انا هاد المره شديتها ب4 دراهم الصراحه زينه. يعني السبانغ وحدهم وخبيزه وحدها سبانغ وحدهم. سبانغ ورقها كبير وافطح يعني عريض قباله، وخبيزتي يعود ورقها صغير. يعني خاصكم تفرقوا بين الخبيزه والسبانغ. راه شحال من حد يمشي غلط تقول لك الخبيزه راه هي السبانغ، لا الطفيلات السبانغ وحدهم وخبيزه وحدها. وهذا الطفيلات وهذو السبانغ الطفيلات زوين صحاب الكار وملي الناس اللي تدخن يعني تيصلح لهم هذا العصير ملي تيستافدوا منه. وهذا توفون لين طحن العصير لين ندير الباربه هون ندير الماء ولين نحلي شويه السكر والسبانغ اللي نخليه هو اخر شيء لين نعود باغا نطحن وريني نطحن معاهم قد الكف. وهذا توف اخترت اشترك معكم هذه المعلومه ديال فقر الدم. وهون طفيلات هادو غدايا اللهم ديما ونعمه احفظها من الزوال. اخترت اشترك معكم نهاري ببساطه ديالو. غير ما تنسوني واحد اللايك فضلا وليس امرا، حطوا لي لايكات وبارطاجوا قناتي مع احبابكم مع اصدقائكم. كما تشوفوا هون راعي تنعت لكم الغدا وتنعت لكم العصير اللي حطيته لكم اللي نعت لكم. ولا بغيتوا نشترك معكم مولي وصفه ثانيه ديال فقر الدم حطوا لي في كومونتير عنكم بغيتوا الوصفه التعليق. حطوا لي كون قليب حطوا لي وريده باش نعرف عنكم تتحفزوني باش نجيب لكم وصفات كيفاك اللي هي سهله وبسيطه وروتينات ايضا اللي هي تحفيزيه لكم والجاي. هادو غدايا الطفيلات اللهم ديما نعمه واحفظ من الزوال. ولا نقول لكم باس في رعايه الله الى فيديو جاي ان شاء الله.